رجعت لكم بفيديو عن أغرب العلاقات الرومانسية في المصارعة، علاقات فيها خيانة، واحدة بس واحد قدام جوزها مثلا، أو اضطرت تعمل حاجة بره النص، أو واحد مشي مع واحدة في الحقيقة والمصارعة استغلت ده في سيناريو. هقول لكم التفاصيل كلها. اعمل لكم صاحب على الايفون عايز تكسب، وصل الفيديو 20 لايك وطرح من الكومنتات وتعالوا بقول لكم التفاصيل. أول حد معانا مين؟ معانا زاك رايدر وإيف توريس وكين وجون سينا. الموضوع بدأ إزاي؟ بدأ إن جون سينا كان بيلعب ضد مارك هنري في عرض سلامي ووردز أو اللي هو الجوائز يعني، وظهر كين المقنع، وكان أصلا مارك هنري عامل له إصابة. فلما كين رجع طبيعي إن هو يضرب مارك هنري، ضرب جون سينا، وبدأ في عداوة مع جون سينا الغرض منها إن هم يظهروا سينا قوي وكده. فكان وقتها زاك رايدر أو مات كارادونا حاليا، الراجل ده شقي وتعب على النت وكده وعمل محتوى على اليوتيوب ناجح جدا، وده اللي خلى على فكرة الجمهور يديله دفعة لأن الإدارة ما كانتش مقتنعة بيه أصلا. بدأ يهتفوا باسمه كتير جدا لحد ما ادوله دفعة بطولة الولايات. والقصه دي كان بطلها جون سينا وكين ومعاهم الحته ايف توريس اللي كانت حبيبته وقتها، حبيبه زاك رايدر. كين فضل يمرمط بقى في زاك وايف والناس دي كلها ويظهر النواحي الظلاميه بتاعته يعني، وقعد يذل فيهم في كل مناسبه، لدرجه ان هو عمل لزاك رايدر اصابه قويه جدا قعدته على كرسي متحرك في شهر فبراير. وفي حلقه من حلقات الرو، كين ظهر حاول يخطف ايف توريس في عربيه اسعاف كده وحطها فعلا في العربيه وماشي. راح جون سينا ظاهر البطل طبعا بتاعنا وشالها كده، شقطها يعني من على الجو. فراحت بصّله كده وباسوا بعض، وبإرادة سينا وبإرادة إيف توريس الاتنين موافقين. فالمصيبة السودا إن كان وقتها يوم الفالنتاين وزاك رايدر طالع معاه ورد عشان يديها لحبيبته، فلقاها بتبوس جون سينا اللي هو أعز أصحابه. فقال له: "إيه ده؟ إزاي تعمل كده؟" ولمّا راح بالليل عشان يسأل جون سينا يقول له: "أنت قصدت كده والّا إيه اللي حصل والّا هي اللي رمت بالها عليك؟" راح كين هاجم عليه تاني ورماه من فوق المسرح بالكرسي بتاعه. وفي الآخر إيف كشفت وشها الحقيقي إنها فعلًا شريرة وعايزة بتعمل كده عشان تاخده سكة لحد تاني سلِّمة يعني، وبدأت تقرّب لجون سينا. وجون سينا طبعًا كان بيصُدّها ويقول لها: "أنتِ خلّيتيني أخون صاحبي" وكده، لحد ما ضيّعت على زاك رايدر ماتشه في راس المنيا، ضربته تحت الحزام. كان فريق سماك داون ضد فريق الرو على فكرة. طب إيه رأي المصارعين في الكلام ده؟ زاك رايدر قال لك: "أنا حسيت بالظلم الشديد." في بودكاست طلع قال لك: "أنا بعد ما سِبت الشركة، القصة دي هي اللي دمّرتني ودفنتني بجد. أنا كنت طالع زي الكومبارس، ناس عمّالة تتحرك وأنا موجود في النُص ما ليش لازمة. والشركة استغلت شعبيتي عشان تلمّع سينا وإيف، وفي الآخر رموه هو من فوق المسرح ورموا تاريخه معاه." وإيف توريس قالت: "هي كانت فرصة حلوة أطلع شريرة، رغم إن أنا ما كمّلتش في المصارعة." على فكرة إيف توريس دي بقت شغّالة في الself defense وإزاي تدافع عن نَفْسك يعني بالرياضات والحاجات زي الكونغ فو وحاجات زي كده. نيجي على القصة اللي بعدها، كريس جيركو وتريش ستراتوس وكريستيان، واللي هو بعنوان رهان الدولار المنحوس. في أوائل الألفينات كان كريس جيركو وكريستيان شلة وصحاب جدًا وعاملين team كده كندي ما لوش حل. وكريستيان كان بيواعد الجميلة تريش ستراتوس، كان ماشي معاها يعني، وجيريكو كان مقضيها مع ليتل. وفي لحظة غدر كده ورا الكواليس، جيريكو قال لكريستيان: "باقول لك إيه، مش أنت عامل فيها جامد ووسيم وبتاع، إيه رأيك نعمل رهان على دولار، اللي يخلّي البنت بتاعته تنام معاه الأول أو توافق يكسب الرهان." فقال له: "ماشي." فبالصدفة تريش وليتا سمعوا الكلام ده أصلًا، وقالوا العيال دي مستخدميننا كأننا عاهرات يعني وبتاع، فدمهم فار وطلعوا لهم الحلبة. وبدأوا يهزقوهم ويمسحوا كرامتهم الأرض. وبدأت تريش تحس كده إن في زي كليك أو سبارك ناحية كريس جيركو، إنها بتحب كريس جيركو أصلًا، رغم إنها كانت ماشية مع كريستيان. وبدأ كريستيان يتعصب ويقول لها: "أنتِ ليه بتبصي له وكده." والغيرة دي خلّتهم هُم الاتنين مش عارفين يركّزوا في الماتشات خالص. ولعبوا ماتش في WrestleMania 20 تصفية حسابات، وتريش دخلت الحلبة وقرّبت لكريس جيركو وخلاص هتعترف بحبها، راحت ضاربة كريس جيركو وخلّت كريستيان حبيبها هو اللي يكسب. وبعد الماتش ما خلص اكتشفوا إن ده سيناريو كانوا متفقين هي وكريستيان على كريس جيركو عشان يخدعوه. عارفين حاجة زي ليف مورجان لمّا رجعت حضنت جون سينا بعد كده ضربته كده، وبدأوا يبوسوا بعض بقى وحاجات زي كده، وجيركو متضايق طبعًا من أعز أصحابه والبنت اللي كانت فاكرها بيحبه. طب الناس قالوا إيه في الحقيقة بعد العداوة دي؟ جيريكو قال لك: "دي من أحلى القصص اللي دخلتها في حياتي، والسيناريو كان مكتوب بحرفية بجد." رغم إن جيريكو على فكرة واعي يعني ليه كتب أصلًا وراجل عنده رؤية وبُعد نظر شوية، فإن هو يقتنع بحاجة دي مش سهل. قال لك: "أنا كنت مستمتع جدًا بالشغل مع تريش وكريستيان، الناس دي محترفة فعلًا، والدراما اللي حصلت في WrestleMania 20 كانت مثالية بجد." وتريش قالت لك: "أنا دايمًا دي باقول دي نقطة التحول في تاريخي والكارير بتاعي، لأنها حوّلتني من مجرد بنت حلوة كده وخلاص، لمصارعة عندها شخصية قوية وبتحرّك أحداث كتير يعني، وبتخش في الأحداث الرئيسية كمان." تالت حد معانا براين وAJ Lee وCM Punk. دي بقى من أغرب وأعقد مثلث الحب اللي في التاريخ. في أوائل 2012 كان دانيال براين وAJ Lee ثنائي مشهور جدًا على الشاشة، وهي كانت بتموت فيه بجد، وكانت بنت كده تحسّها عيلة صغيرة يعني. بس هو كان ناشف شوية وما بيديهاش وِش خالص، وبالذات لمّا لعب ماتش في راس المنيا، كان وقتها فكرة الsquash أو الماتش اللي بيخلص في ثواني دي مش منتشرة أوي زي النهارده. فدانيال براين قال لإيج ليه: "اطلعي هاتي بوسة." لسه بيلِف راح شيمس مدّي له finish وكسب في 18 ثانية، وماتش على البطولة وبتاع، وقال لي: "أنتِ السبب والنكد وأنتِ اللي خسرتيني وكسرتيني قدّام الناس كلّها."
فAJ من كتر الوجع بدأت تهلوس وراحت تلف ورا منافسين براين زي سين بانك وكين، وكانت تطلع من حجر ده تقعد على حجر ده حرفيا، وقعدت تساعد سين بانك يحافظ على الحزام ولقب الدبليو دبليو اي ضد براين وكين. بس بانك كان تقيل برضه، ما كانش مهتم بيها ولا بجمالها، وايجي ما كانتش بتكدب خبر يعني واتقدمت لسين بانك جواز رسمي قدام الناس. في نفس اللحظه براين دخل وقال لها انا اللي بطلب ايدك يا AJ، وبانك رفض وبراين عرض عليها، فبدات توافق عشان تغيظ بانك. وفي يوم الفرح اللي هي كانت حلقه الرو رقم 1000 لو تفتكروها، AJ طلعت قالت له على فكره احنا مش هنتجوز، انا اصلا بقيت مديره، وكان براين وقتها بيقول يس، بدات تقول له نو، واحرجته قدام الناس كلها وبقت المديره. الغريب في الموضوع ان سي ام بانك وايجي اتجوزوا اصلا في الحقيقه في بعد العداوه دي 2014. وكان على فكره الناس دي قالت يعني العداوه، دانيال براين قال لك انا كنت بضحك بصراحه، انا راجل اصلا بحب الطبيعه وكده، فانا مزاجي رايق ما اتعصبش، وشايف فعلا ان فكره الياس موفمنت بتاعتي اللي هي عملت كاريري كله كانت بعد خساره راس المنيا. فانا ما كنتش غاوي دراما الحب والتلزيق والحاجات دي، بس هي كانت وسيله حلوه ان الجمهور يتفاعل معايا. وايجي قالت لك انا كنت طايره من الفرحه لان انا كنت البطله المحركه لكل الرجاله اللي حواليا، وبجد كان وقتها الستات ما بياخدوش دور اصلا، فكنت بالعب دور البنت المجنونه، وده ثبت رجليا كواحده من اهم الستات في القسم وقتها. وبانك قال لك انا بشوف العلاقات دي بتبوظ المصارعه والجديه بتاعتها، بس حلو ان انا اتجوزت ايجلي منها يعني. مين تاني معانا روسيف ولانا وبوبي لاشلي. ممكن ده انا حكيتها مره، القصه دي بالذات كل الناس كلها كرهتها واتقفلت منها بجد لانها كانت اوفر قوي. في 2019 روسيف كان بيلعب ماتش ضد سيس رولينز، وهو في قمه بقى الدفعه وكل حاجه، وفجاه النور قطع ودخل بوبي لاشلي ومعاه لانا اللي هي اصلا مرات روسيف، وكان من غير اي مقدمات بدا يبوسوا بعض قدام الناس، وروسيف واقف يتفرج ومش فاهم اللي بيحصل، والجمهور مندهش. ولو شفتوا بالكم من رد فعل اورتن ومالك كوربين هتفهموا رايي ايه، الناس دي كانتش مصدقه برضه. وبدات تطلع تتهم روسيف بقى لانا انه انت مدمن سيطره ومدمن حاجات خارجه، وده خلانا نتطلق بشكل رسمي في 9 ديسمبر. ولاشلي استغل الموضوع ده وبدا يضرب روسيف كتير جدا، وفي حلقه الرو 30 ديسمبر عملوا فرح بين لانا وبوبي لاشلي، بس روسيف وليف مورجان دخلوا وبوظوا الفرح. مثلا اول حاجه يدخل واحد يقول انا كنت راجل، يقول انا كنت صاحب لانا في الحقيقه، وبعد كده تخش ست تقول انا صاحب بوبي لاشلي، وبعد كده تخش ليف مورجان تقول انا كنت صاحبة لانا، انتوا فاهمين اللي هي واحده وواحده اصلا، لحد ما هي وروسيف بوظوا لهم العلاقه دي والفرح. والقصه دي بوخت بجد وخربت خالص يعني، كانت في ظروف الكورونا كمان، ولما لاشلي حتى خسر الماتش قعد يقول لا انت السبب وبتاع واحنا هنتطلق، واضح جدا انها اتقفلت بكروته قاصدين عشان هي ما نجحتش. مين تاني معانا تيست وستيفاني ماكمان وتريبل اتش. سنة 99 المصارع الضخم تيست كان واقع في حب ستيفاني ماكمان، وعلى فكرة تيست ده للأسف مات بسبب الاسترويد أو كان ليه موت مأساوي يعني، كان كيلي اتكلمت عنه. وكان تيست بيحب بنت فينس ماكمان جدا، وبدأ يتعب وغلب أخوها شين في ماتش صعب جدا عشان توافق عليه. وفي يوم الفرح والحلبة متزينة بالورد وكل حاجة، وخلاص الراجل بقى يتجوز ومبسوط، دخل تريبل اتش فجأة وقطع الفرح وعرض فيديو صدمة للعالم كله. كان واخد ستيفاني ماكمان مغمى عليها ومتخدرة، ورايح بيها لاس فيجاس الاقيها هيتجوزها، ومضاها على قسيمه الجواز وكل حاجه وهم في العربيه، واتجوزوا فعلا. ماكمان قال له يا ابني الكذا بنتي هتروح مني، ومش متعصب جدا واتجنن طبعا، ودخل في عداوه دمويه مع تريبل اتش، ولعبوا ماتش تكسير عظم في ارماجيدون، عرض ارماجيدون، بشرط ان لو فينس كسب الجواز ده يبوظ، الجواز اللي اصلا من وجهه نظره باطل. وفي نص المعمعه دي ستيفاني نزلت وكانها تضرب تريبل اتش وتساعد ابوها، بس خافت وما ضربتوش، فقام تريبل اتش قال لها هاتي الشاكوش اللي انت جايباه ده، وضرب بيها ابو ستيفاني اللي هو ماكمان لحد ما كسب الماتش. في قمه الذهول ستيفاني وتريبل اتش راحوا حاضنين بعض وباسوا بعض، وطلع ان كل ده تمثيليه عشان فعلا يتجوزوا في الحقيقه. ودي كانت الشراره اللي بدات العصر اللي حكم الدبليو دبليو طول المده دي. بس دي كان اغرب الحوادث او الرومانسيات خلينا نقول، الخيانات والغدر والحاجات دي كلها. وصلوا الفيديو 20 لايك، اشوفكم في حلقه جديده. انا يا جماعه امبارح ما نزلتش فيديو بس انا كنت مشغول شويه، مش شرط المشغوليات دي تبقى على فكره عشان ما بقاش مدعي مثاليه اللي اقول لكم انا كان ورايا حاجات بعدتني عنها، لا يعني ممكن مثلا اكون بلعب حاجه، اكون مش في مود عايز اطلع كده، بس انا ما بحبش والله اكروت حاجه او اعمل حاجه، لان انا لما الاقي فيديو نجح قوي او اتشاف قوي بتضايق ان انا ما اديتوش حقه يعني. اشوفكم في حلقه جديده ومع السلامه.